مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وسهره جديده وشارع الفن. النهارده هنستمع لمجموعه من الاغاني الجميله اللي ان شاء الله هتعجبكم، وهيسمعها لنا منتخب جامعه اسيوط للموسيقى والكورال بقياده المايسترو نصر الدين احمد، مدرب منتخب الكورال بجامعه اسيوط، واللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. نورنا. نور. نبدأ بقى بمنتخب موسيقى وكورال لجامعة أسيوط، وحضرتك كده ايه تعرفنا عليهم؟ يعني من حيث انه المنتخب بيتكون من قد ايه وبينضموا ازاي وهكذا. والله المنتخب يعني متكون من يعني اجيال بتتعاقب مع بعض. يعني هو الحمد لله يعني حضرتك الفرقه دي كل سنه بتتغير، يعني بيطلع زي ما كانوا بنعمل مسابقه وتقدم ليها يعني الاصوات، وبنعمل مختبرات والتحقوا يعني بالفرقه يعني سواء موسيقى او كورال يعني. طيب نبتدي كده ان احنا نعرفهم بالجمهور من خلال ميدلي وطني هيقولوا المجموعه كلها. نسمعه ونرجع لكم تاني مشاهدينا. بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة، في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. صاحي السلاح، صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحي مع سلاحي. خلي
اتزلزلت وسماها جلجلت، الدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت، الأرض اتزلزلت وسماها جلجلت هللت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر بسم الله بسم الله. سينا يا سينا بسم الله بسم الله، وأدينا عدينا بسم الله بسم الله. سينا يا سينا بسم الله بسم الله، وأدينا عدينا بسم الله بسم الله، ولا قدروا علينا بسم الله بسم الله، جنود علينا بسم الله بسم الله. الله أكبر أذن وكبر، الله أكبر أذن وكبر، قول يا رب النصر تكبر. بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة، حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة، حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة، حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة. الله أكبر الله أكبر، يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، وإذا ثنيت فسوف أفنيه معي. قولوا معي قولوا معي، أحلى بلاد الدنيا مصر، أحلى بلاد الدنيا بلادي يا بلادي يا بلادي، منها عيون فرحة أولادي يا بلادي يا بلادي، أحلى بلاد الدنيا بلادي يا بلادي يا بلادي، منها عيون فرحة أولادي يا بلادي يا بلادي، ونخيلها العالي يا بلادي، هي الحلم وهي العلم وهي القوة حرب وسن، هي حياتنا وانتصاراتنا، هي الفكر وهي العلم، هي الحلم وهي العلم وهي القوة حرب وسن، هي حياتنا وانتصاراتنا، هي الفكر وهي العلم، هي الحلم وهي العلم وهي القوة حرب وسن، هي حياتنا وانتصاراتنا، هي الفكر وهي العلم. ولا بنخاصم ولا بنعادي، غير اللي بيسمع في بلاد، غير اللي بيسمع في بلاد، بلادي يا بلادي يا بلادي، أحلى بلاد الدنيا مصر. الله الله الله، رائعين رائعين. انا دايما بيعجبني بصراحه الميدلي في قصه ان انت بتجيب اغاني قديمه مع اغاني جديده مع ممكن الحان يعني ما تحسش انها ممكن تمشي مع بعضها، بس اختيار حته معينه في اللحن تنفع على حته، واذا ما كانش ينفع ما اعتقد ممكن تعمل جمله او تعمل حاجه تخليهم يعني الهارموني ده، ان يحصل الهارموني ده. اللائحه لازم حد من الشباب هو اللي يعمل حاجه كده، لازم، ده اجباري، تمام، سواء موسيقى او كورال. يعني لازم ولد عشان هم عايزين يكتشفوا ملحنين
او موسيقيين. فكل سنه في اللائحه لازم واحد من الشباب بنت او ولد تكتب شعر وتلحن كمان، يعني الشعر وملحن. واحنا عندنا هنا طبعا حسام لحن، ونور كتبت قبل كده شعر ولحنت ما يعني، شاء الله. وفي كورولوس كيرو. طيب نسمع دلوقتي بقى ميكس فردي، والميكس غريب قوي انه في اغنيه اجنبيه تايتانيك، وفي زوروني كل سنه ومره، يعني رحنا لسيد درويش، فهنسمعها بصوت يوستينا ونرجع لكم تاني. يلا بينا. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That's how I know you, the far across the distance and spaces between us, you have come to show you the wonder. Near or far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. أنا عملت إيه فيكم تشاركوني وأشارككم؟ أنا اللي العمر بهديكم، حرام
رائعه يا يوستينا، رائعه. طبعا في حاجتين، اولا ان هي شور بتغني في الكنيسه، ده اكيد. وتاني حاجه هي يعني انا كنت اقولها انت في الاوبرا، اعتقد السوبرانو في الاوبرا بيبقى عنده نفس الطبقه دي او حاجه هي كده، صح؟ صوت يوستينا سوبرانو. ايوه بالظبط. فعشان كده احنا كمان المقام نفسه مقام العجم اه هو اصلا مقام غربي، فلعبنا احنا طبعا الاغنيه الغربي بتاعت تايتانيك وسيد درويش، بالظبط. والاثنين بيتكلموا عن برضه حضرتك، نعم. برضه حضرتك الميكس الحمد ده، لله. يعني انا بصراحه بحييك، يعني ما شاء الله، الله شكراً. اكبر. بس ان انا بالنسبه لي ده شيء صعب جدا، مش عارفه هو فعلا صعب ولا. اهم حاجه حضرتك ان توظفي للاسف في اصوات تبقى اصوات يعني رائعه، بس للاسف مش عارفه يعني تطلع تتوظف صح. تغني اغنيه او الصوت عامل زي اليونيفورم بالظبط. لازم كل واحد يلبس مقاسه. توبه زي ما بنقول. يعني بيخشوا مسابقات مثلا، بنشوف احنا البرامج اللي بنشوفها دي بيبقى صوت جميل بيغني اغنيه مش لونه، صح. فازاي توظف الصوت على حسب لونه. طيب نسمع بقى حاجه قديمه بقى، عشان انا الحاجات دي بتفرحني. قول لي عمل لك ايه. بيتر اللي هيغنيها طبعا غناء موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، والحانه اكيد، وكلمات حسين السيد. نسمعها بصوت بيتر ونرجع لكم تاني. قول عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قول عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. وانت الغالي عليه غالي عليه. قول عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قول عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قولي غالي عليه غالي عليه. عينه وانت ولا داري بحالي. والقاطب قاضين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي. والقاطب قاضين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. قولي ده كان فين قولي كان مالك ومالي. قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قولي وانت الغالي عليه الغالي عليه. قولي قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي. واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. قولي اجيب مين يقرا ومين
بيتر رائع بجد، بحييك. تحس ان بيتر صوته خارج من العصر ده. ده حقيقي، معرفش ايه الطبقه دي ولا اعرف حاجه، يعني مش عارفه بالظبط، بس انا وانا بسمع الصوت حاسه ان انا رحت لزمن عبد الوهاب الاصوات في حاجه في الصوت رهيبه، ما شاء الله ما شاء الله بجد. صوته رخيم يعني وعبد الوهاب، لما يتكلم عن عبد الوهاب هو اعظم مطرب جه في مصر طبعا 500 سنه طبعا يعني. طبعا. فهو صوت يعتبر من الطبقه اللي هي الباص، اللي هي العريضه يعني. تمام تمام. وحاجه انت قلتها لي انا لازم بجد اقولها، رغم اني مش بحب اتكلم عن مسلمين ومسيحيين وجو كده، بس قلت لي ان ممكن بيتر يغني انشاد ديني، ومحمد ممكن يغني ترانيم. فانا مبهوره بجد ان ده موجود. يعني هو طبعا ده عادي في مصر، بس يعني في الصعيد ده دليل انه الناس اللي عندها اصول وعادات وتقاليد ومحافظين عليها بجد، هم دول اللي محتفظين بكل الاخلاق المصريين الطبيعيه. وحاجه فرحتني قوي قوي بجد، يعني بجد. فبحييك بجد يا بيتر، وان شاء الله يا رب كده تحقق كل اللي نفسك فيه. نسمع بقى معشوق الملايين وجيلي تحديدا محمد منير، علي صوتك بالغنى، هيغنيها لنا مينا. هي كلمات كوثر مصطفى والحان كمال الطويل. نسمعها بصوت مينا ونرجع تاني. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما 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 في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما، ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غنوتك وسط الجموع تهز قلبي للفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلبي للفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني غصب عني، أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني، أرقص غصب عني غصب عني، أرقص ترقص أرقص غصب عني، أرقص غصب عني غصب عني، أرقص
ينشبك حلمك في حلمي، غصب عني أرقص، غصب عني غصب عني أرقص. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا، في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة 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 ممكنة. رائع يا مينا. وطبعا احلى حاجه عملها مينا ان يعني غناها بطريقه مينا. طبعا هو يعني طبعا محمد منير ليه طريقه خاصه جدا، وصعب قوي ان حد يعني يقلده فيها، بس احلى حاجه ان الواحد يغني الحاجه فعلا بطريقته. فجميل جدا بصراحه، وصوته برضو في كده بهجه. مينا في ايه بقى؟ نعم. في ايه؟ في كليه ايه؟ هندسه دراسات عليا. دراسات عليا، ما شاء الله، الله اكبر. يعني انت اكبر منهم. طب انا سؤال بقى، يعني متهيألي الدراسات العليا خلاص كده خلص، لا، احنا مسموح ليه عندنا ولا ايه؟ مسموح في اللائحه بتاعت ابداع ان ممكن حضرتك يعني تستعين بواحد او اثنين في دراسات عليا يعني. طيب احنا دلوقتي هنسمع يا حلو صبح بصوت حسام فؤاد، نسمعها ونرجع لكم تاني. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قوليله بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قوليله بدري عليك الحيرة يا صغير. وحق ورد الخدود والعود وتفاح، وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل.
شوق على شوق، والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حسام إيه الشطاره دي؟ يعني بعيد عن الصوت انه سواء رشدي سواء قنديل سواء العزبي مش سهل حد يغني لهم، بس هو اللي كنا بنتكلم فيه مايسترو الكاريزما، وان انت واثق من نفسك وبتقابل الكاميرا وعندك اداء عالي ما شاء الله. فيعني انا قدام مطرب محترف، فشطاره يعني بصراحه. نتكلم عن الموجي بقى، عشان كنت قلت لي حابب تتكلم عنه. محمد الموجي اصلا مش دارس موسيقى يعني، وما كانش عارف يقرا نوت يعني، سبحان الله. وكان هو دبلوم يعني مش تعليم عالي. علشان طبعا وقتنا وكده نسمع دلوقتي قارئة الفنجان أحمد سيد هو اللي هيغنيها لنا، طبعا للعندليب، ألحان محمد الموجي وكلمات نزار قباني. نسمعها ونرجع لكم تاني. بحياتك يا ولد امرأة عيناه سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناه سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الججري المجنون يسافر في كل الدنيا، قطاد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناه سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قطاد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناه سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قطاد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا.
لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود 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 مفقود. يا ولدي يا ولدي. ايه يا احمد الابداع ده والحلاوه دي؟ انت بتغني وانت سايب ايدك، يعني ده ما بيعملش مجهود، ده واقف كده بيتكلم عادي. فما شاء الله، يعني بعيد عن الكاريزما ما شاء الله، بعيد عن انك واثق من نفسك، بعيد عن انه يعني عارف تواجه الكاميرا وعارف انك كل الكلام ده في حته، وصوتك بادائك بزي ما قلت السهل الممتنع ده. انا كأن عبد الحليم، يعني كنا بنتكلم عن الذكاء، هو انت بقى الذكي ده. فبجد رائع، صح يا مايسترو ولا ايه؟ لا، صوت من الاصوات الجميله يعني، وهو محب للتراث يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق. ودي كانت يعني حاجه حلوه ان احنا نختم بيها النهارده. الواحد مش عايز يمشي معاكوا خالص، يمشي من معاكوا خالص. منتخب جامعه اسيوط للموسيقى والكورال، شرفتوني ونورتوني، وبالتوفيق دايما، وقابلكم دايما كده، وتكونوا كل واحد عامل خطوه في حياته. بشكر المايسترو نصر الدين احمد، مدرب منتخب الكورال بجامعه اسيوط، واللي بجد بجد يعني لولاك ما كانش طلع حاجه حلوه قوي قوي كده. وده دليل انك فنان حتى النخاع، فبشكرك جدا. في الاخر بس عايز اوجه الشكر تحت الشغل كله ده تحت رعايه الاستاذ دكتور احمد المنشاوي رئيس الجامعه، طبعا، ونائب رئيس الجامعه لشؤون الطلاب الاستاذ الدكتور احمد عبد المولى، وطبعا رعايه مدير عام الشباب الدكتور احمد شريط، ومدير اداره الفنون الاستاذ محمد جمعه، وطبعا رئيس القسم طبعا الجندي المجهول او المعلوم استاذ رشا جلال طبعا، وصديقي اللي هو فعلا يعني تعبان معنا الاستاذ محمد عصران، وطبعا عم سليمان اللي هو بتاع الالات يعني الموسيقيه بيوفر الالات، وحبيبي محمد الريفي اللي هو العامل اللي هو فعلا يعني موفر لنا كل حاجه يعني. بجد من زي ما حضرتك قلت، من اكبر حد الاصغر حد، كل واحد هو كبير في مكانه، ولولا ما كانش طبعا طلع. وفي طبعا ولد هنا يعتبر هو الجوكر بتاع الفرقه، هو اللي بيجمع الولاد. مين بقى؟ كورولوس. وانا بحييه من خلال حضرتك يعني. كورولوس ده من الناس الممتازه فعلا يعني، اول حد بيحضر كورولوس اهو. الناس فعلا الناس المحترمين يعني. نشكرك يا كورولوس جدا، وبشكركم جدا يا جماعه بجد. بشكر كمان الفرقه الموسيقيه، بشكرهم شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا لحسن متابعتكم لينا، يا رب تكونوا فعلا استمتعتوا النهارده، وانتظرونا ان شاء الله سهره جديده وشارع الفن.